اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق للذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أفضل حال يا رب العالمين. النهارده بقى ايه؟ الخميس. انا حبيت كده اصبح عليكم واوريكم الارانب، بقول لكم انا عندي الارنبين ابيض اهوت، واحد عينيه سودا واحد عينيه حمراء، والاتنين التانيين شبه بعض اهمت. بصوا ربنا كرمني بيهم ورزقني بيهم. دول امهم ما كانتش يعني سابتهم كده، اهملتهم، فانا حطيتهم في المكان ده. وبصوا يعني بصوا مش راضيه خالص، لدرجه اللي هي بتعضهم وبتعضني انا كمان. بس علشان احافظ عليهم، بصوا هما يعني بيبقوا جعانين خالص، وهي ما بت يعني بصوا ما مش سائله عنهم. بصوا بتعضني كل ما اقرب عليها عشان امسكها لهم، عشان تقف كده وترضعهم. بتعضني طبعا. ومكة هنا عايزة تضربها، قلت لها لا، هي بتحب الأرانب الصغيرين وعايزاها ترضعهم، علشان هي ايه، بتفضل تلعب معاهم وبتحبهم. فبصوا كانت عايزة تضربها والله. قالت لي طب انا همسكها. مسكتها كده وما قدرتش عليها بصراحة، وهم يعني جعانين جعانين خالص. حافظت عليهم بقى وحطيتهم في المكان ده علشان ما يموتوش. بقت تلهيها يا عيني بأي حاجة، عايزة تأكلها أي حاجة، عايزة تلهيها، مفيش فايدة. قلت لها ابعدي وشك أحسن تعضك من وشك. بصوا بصوا، مع انها صغيرة كده بس رافضة 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 اللي هي ترضعهم خالص. بصوا عمالة تعض فيهم يا عيني، كل ما اسيبها تعض فيهم، وتعض في القماشة اللي انا حطها لهم ديت علشان يناموا عليها. قلبت الدنيا. يعني بصوا حاولت ان انا برميلها اي حاجة من بعيد لبعيد كده علشان تسكت، مفيش فايدة ابدا ابدا ابدا. سبحان الله سبحان الله. وفي ام بتبقى حنينة قوي 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 على عيالها، وعيال غيرها كمان. عندي ارنبة تانية، بخليها ترضعهم، يعني تفضل كده ترضعهم وتفضل كده تلحس فيهم وتنظفهم كده كأنهم ولادها بالظبط. لكن دي لا، سبحان الله. اضطريت بقى اللي انا امسكها كده. بصوا برضو عمالة برضو عايزة تقوم بأي طريقة. انا خايفة والله عشان تيجي في مرة كده وانا ماسكاها. بس هعمل ايه لازم كده علشان دولت يعيشوا. لو ما مسكتهاش مش هترضعهم خالص، وهتسيبهم بقى يموتوا كده. فحرام يعني. وانا عايزة اي حاجة تعمل لي اي انتاج علشان يكبروا كده وربنا يسهل كده الواحد يبيع منهم. ما يعني الشتوية دي ما بعتش خالص ولا حاجة منهم يعني. بينفعوا بصراحة، يعني فلوسهم بتنفع. اهي مكة يا عيني عمال عايزة تاخد الصغيرين، بس عايزاهم يرضعوا وهي الأول ويشبعوا علشان تقدر تلعب بيهم كده، بتفضل تنيمهم كده وبتقول لنا هس، دول ناموا، دول شبعوا وناموا، محدش يتكلم. عاملاهم كأنهم ايه، عيالها. هي من النوع اللي هي بتحب الحاجات الصغيرة، وهي كمان ما عندهاش ألعاب، فواخدة دي لعبة وفي نفس الوقت حنينة عليهم يعني. ربنا كده يا رب يرزق كل مشتاق يا رب للذرية الصالحة يا رب، ويزوج كل بنات المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يحفظكم جميعا، ربنا يشفي كل مريض يا رب. ربنا يشفيكي يا ادعوا يا جماعة للحاجة عفت بالله عليكم. ادعوا لها ربنا يشفيها ويطمنها على نفسها ويطمنها على حبايبها. هنا بقى كنت رايحة اعمل البطاقة لبنتي ملك، كملت 15 سنة. عقبال كده اولادكم يا رب. بقت عروسة، كملت 15 سنة وراح اعمل لها البطاقة. بس ما قدرتش اصور كتير علشان طبعا الحاجات دي حاجات حكومية، والسجل المدني يعني اهو. السجل المدني المطرية هم بيجددوه. هنا فاضي، ما فيش اي حاجة، حد يعني لسه مش شغال. العربيات دي هي بتاعت اللي احنا عملنا فيها واتصورت فيها صورة البطاقة وكل حاجة، علشان السجل لسه ما كملش يعني.
فما قدرتش اصور لكم اكتر من كده بصراحة، يعني علشان ايه، ده سجل عشان محدش يتكلم طبعا. والنهاردة الخميس جبت شوية حاجات كده بقى لزوم النهاردة الخميس بقى وكله بيبقى ايه القعدة بقى، وقلت اجيب زي ما انتوا شايفين كده البرتقال دوت كان الكيلو ب10 جنيه، بس ما بنقهوش، هو بيعبيه بس. هو حلو وطازة يعني، الحباية بتاعته كده ناشفة وحلوة ومسكر بصراحة. قلت له هات 2 كيلو، وجبت 2 كيلو ب20 جنيه. وجبت السوداني ده نص كيلو، وجبته ب30 جنيه، الكيلو ب60 جنيه. الحاجة بتبقى رخيصة شوية عندنا في سوق المطرية، فجبت نص كيلو لزوم بقى ايه التسالي. هو لقيت كذا واحدة فيه كده فاضيين، بس هو حلو يعني وطعمه حلو. فيه سوداني كده بيبقى محروق، ده السوا بتاعه حلو، مش محروق ولا اي حاجة. وجبت كمان الربع كيلو شوكولاتة ده. هو شوكولاتة دوت بيبقى بواقي المصانع، يعني بيبقى مش مغلف. هو شوكولاتة المفروض دي تبقى مغلفة، هو بيتباع كده مش مغلف، بيتباع بالكيلو. الكيلو ب100، جبت ربع كيلو طبعا اتاكل منه. ده مش ربع كيلو كله، يعني بيبقى أكتر من كده. جبت ربع كيلو ب25 جنيه برضو كده، جنب السوداني والبرتقال. وجبت كمان هوريكم، بصوا الصابون ده جميل جدا جدا جدا. الصابون ده بالجليسرين، هو بيتباع كده بالقطعة، هو مش مغلف ولا اي حاجة، بيتباع كده زي ما هو كده. بيتباع بالقطعة، القطعة ب7 جنيه ونص. تمام. في قطع كبيرة وفي قطع صغيرة. كانت بتقول لي الكبيرة ديت الواحدة ب10 جنيه، قمت قلت لها لأ، خدت الاتنين ب15، والصغير ده خدت التلاتة دول ب20. تمام. ما رضيش تنزل في سعره اكتر من كده، بس انا عارفاه الصابون ده جبته قبل كده ورحت علشان اشتري منها تاني. الصابون ده ممتاز جدا 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 للبشرة، وبالجليسرين جميل جدا جدا للبشرة يعني. وجبت كمان الفانوسين الصغيرين دولت لمكة ومرام، هما بينوروا، الواحد ب7.5، جبت لهم الاتنين ب15 علشان يعني يفرحوا بقى وكده. واليوم اللي انا بكون نازله فيه يعني يوم الخميس لازم يبقى عندي مثلا يا اكل بايت يا اكل مجهزاه. فكان عندي بصراحه اكل بايت من امبارح سخنته واتغدينا بيه بصراحه يعني. كنت عامله كفته، بالكفته وبطاطس على بعض. انا عملتها معاكم كتير قوي الكفته بالبطاطس ديت، يعني الكفته اللي هي كفته الرز. عملتها كتير قوي 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 في القناه يعني. وكنت عامله جنبيها الرز ابيض زي ما انتم شايفين كده. سخنته والله وكلنا واتغدينا، والحمد لله نحمد ربنا على كل شيء. وحطيت طلعت من المخلل انا كنت حطيت مع مخلل اللفت كرنب، اتخلل وبقى طعمه زي العسل. بوريكم اهو مخلل الكرنب جميل قوي، ومخلل اللفت ايه يعني خلاص بيشطب، يعني فاضل حبه قد دول كمان وخلاص. ان شاء الله هبقى اجيب تاني وهحطه على نفس الايه نفس الميه، مش هخلي الميه شغاله يعني، مش هعمل الميه جديده تاني. اهو الكفته كانت والله جميله زي العسل. تعالوا اتغدوا معانا بقى، كانت الاكله والله كان جميل. يا رب كده ايه دايما يبقى عامر كده يا رب، بيوت المسلمين كلها يا رب بالخير والبركة. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما يحوكوش لحد ابدا يا رب. ادعوا بقى للحاجة عفت بالله عليكم، ما تن... وربنا يطمن كل قلب ام يا رب على ابنها، وما يخضهاش ابدا على ابنها يا رب، ويشفيه ويرجعه لها سالم غانم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.